ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى من محمد. هعمل معاكم النهارده رز بالشعريه باسهل واسرع طريقه، بطريقه صحيه من غير دهون، والطعم ولا اروع من كده. ركزي معايا كده في المقادير ومش معايا خطوه بخطوه. هنحتاج نص كوبايه من الشعريه وكوبايه من الرز المصري. كده مقاديرك قدامك، يلا بينا نبدا في الوصفه. يلا. في حله على النار من غير ولا ماده دهنيه نهائي، هنزل بنص كوبايه من الشعريه وهقلب فيها كده لحد لما الشعريه تحمر وتاخد لون. اول لما تحمر وتاخد لون زي ما انتم شايفين كده، هنزل بكوبايه من الرز وهقلب الرز مع الشعريه كده. انا عايزه الرز بس ياخد من سخونه الشعريه. وبعد كده هنزل بمعلقه صغيره من الملح. كل كوبايه رز قصادها معلقه صغيره من الملح. انا مستخدمه كوبايه رز، يبقى هحط معلقه صغيره من الملح. وهقلب كده الرز مع الشعريه مع الملح. وهضيف ربع كوبايه لبن، خلاص، وكوبايه وربع ميه. لو انت هتستخدمي لبن بودره، هتحطي معلقتين لبن بودره. هتستخدمي طبعا كل كميه ميه هتحطي معلقتين لبن بودره. انا استخدمت ربع كوبايه لبن خالي الدسم. لو انت عايزه تستخدمي لبن كامل دسم مفيش مشكله. انا استخدمت ربع كوبايه لبن وكملت باقي الكميه ميه. هنزل بنص كوبايه من اللبن على الميه وكوبايه ميه زي ما انتم شايفين كده. وهقلب بقى كله مع بعضه. انا عايزه مدى النشويات تتوزع كويس. وهقفل عليه بقى اول ما لما يغلي كده زي ما انتم شايفين، هقفل عليه بقى واوطي النار خالص لحد لما الرز يستوي. جيت فتحت عليه بعد نص ساعه كده. بصوا، الرز مش لازق تحت، مفلفل مش معجن. هختبر كده الرزايه، لقيت الرزايه ترست معايا، يبقى كده الرز استوى. قدمي بقى الف هنا وشفا. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا 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 جدا. يعني اللبن فرق في طعم الرز ومش هيبان. هيدي طعم حلو ومش هيبان، مش هيبان خالص ان انت حاطه لبن في الرز. وكفايه انه معمول بطريقه صحيه من غير دهون، وده اجمل حاجه. قدمي بقى مع صينيه بطاطس وكوسه وجزر بالفراخ. انا عملت الوصفه دي على القناه، تابعوا فيديو طريقه عمل صينيه بطاطس وكوسه وجزر بالفراخ. ان شاء الله تجربوا تعملوا الرز بالطريقه دي ويعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الوصفه، لايك واشترك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.